من قلب أسرار التاريخ بتطلع حكاية عمرها آلاف السنين عن لعنة أوزيريس الكونية. صلى على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. لما غزاة من الفضاء الخارجي بكل أسلحتهم وتطورهم قرروا يهاجموا أرضنا، محدش كان يتخيل إن كهنة أمون القدامى كانوا محضرين مفاجأة من العيار التقيل. مش لعنة عادية بتسيب البشر، دي لعنة بتضرب قلب تكنولوجيا الفضائيين. فجأة أجهزتهم المتقدمة بقت مجرد خردة، وسفنهم العملاقة وقفت في السماء زي التماثيل. الغزاة اللي كانوا بيعتمدوا على إشعة الليزر ودروع الطاقة لقوا نفسهم في ورطة، اضطروا ينزلوا الأرض ويحاربوا بأسلحة بدائية، سيوف ورماح. والجيش المصري بأجداده وأحفاده وقفوا صف واحد في مواجهة الخطر ده. المعركة اتحولت من حرب تكنولوجيا لحرب شجاعة وإيمان بالأرض. صيحات الجنود المصريين كانت أعلى من أي صوت سلاح متطور، والصحراء اللي كانت هتبقى شاهدة على نهايتنا بقت مقبرة للغزاة. دي مش مجرد حكاية خيال علمي، دي قصة عن إرادة الإنسان لما يدافع عن وجوده. إزاي قوة قديمة من حضارة عظيمة قدرت تتصدى لغزو كوني. كهنة أمون عرفوا إن السلاح الحقيقي مش في التقدم، لكن في الروح اللي ما بتستسلمش. اللعنة ما كانتش سحر أسود، كانت علم قديم ما حدش لسه اكتشف سره. الفضائيين اتعلموا درس قاسي، إن الأرض دي ليها حماة من زمن بعيد، والنصر في النهاية كان حليف اللي بيحارب عشان بيته وأهله وتاريخه. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.